الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي من جديد، مطبخ ولاء للطبخ والحلويات. اليوم إن شاء الله غادي نقدم واحد الوصفة مغربية ألا وهي السفة بالشعرية. عندنا كمرحلة أولى عندنا المرق تاع الدجاج، عندنا كمكونات عندنا دجاجة في هذا الحجم هذا، وكل أخت هنا داك تشي الدجاج على حسب الأفراد ديال العائلة ديالها. عندنا 2 بصلات مشلضين، عندنا الثومه 2 ضرس ديال الثومه، عندنا معدنوس او بقدونس. كبهارات عندنا خرقوم او كركم، فلفل اسود او بزار، ملحه، زنجبيل، وعندنا زيت الزيتون. والان كما كتلاحظوا في الطنجره كنوضع شويه ديال زيت الزيتون، نوضع البصل، دجاج، بقدونس، والبهارات كلهم كنوضعهم في خطره. والان غادي نوضعها فوق النار. والان كما كتلاحظوا معايا انا وضعتها فوق النار، غنخليها تشحر مزيان، ومن بعد نضيف لها شويه ديال المرق ونخليها تنضج. والان كما كتلاحظوا معايا من بعد ما تشحرت لي الدجاج ديالي مزيان، الان غادي نضيف واحد شويه ديال المرق، اي شويه ما غاديش نكتر. هكذا بهذا الشكل، وغادي نخليها طيب وندوز للمرحله التاليه. والان كما كتلاحظوا عندنا المقادير نتاع السفه. عندنا هنا 500 غرام ديال الشعريه، كما قلت الاخت كل وحده عارفه افراد العائله ديالها. عندنا الزبيب، عندنا سكر كلاصي للتزيين، عندنا زبده مارغرين او اي نوع من الزبده، عندنا قرفه، عندنا هنايا فول سوداني او كاوكاو او اللوز، الاخت كل وحده حسب الجهد ديالها. عندنا هنا محمر ومطحون، الاخت تقليه في الزيت اولا تحمره في الفران، داكشي هي والخطر ديالها. عندنا الملح، وعندنا زيت الزيتون في صحن كما كتلاحظوا معايا او في قصعه. واضعين الشعريه ديالنا، الان غادي نضيف عليها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نمزجها هكذا بهذه الطريقه بهذا الشكل. والان غادي نجيب كسكاس بحال هذا الشكل. انا عندي او نقرب لكم، انا عندي هذا الشكل هذا ديال الحلفه او الدوم. الجهه ديالنا كنستعملوه بزاف، يعني من بكري كيستعملوه الاخت، لان هذا سبحان الله حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت كيعاون في الساع دغيا، كيساعد انه في التفوار. الاخت تقدر تستعمل ديال الحديد الا كان عندها، او الانوكس او الامينيو اللي متوفر عندها. انا كيعجبني هذا، والاخت هي والذوق ديالها. هانتوما كما كتلاحظوا الان انا وضعتها في الكسكاس وغادي نديرها تبخر. كما كتلاحظوا في قدر عندي الماء غليان، يعني لدرجه الغليان. الان غادي نوضع الكسكاس ديالي بهذا الشكل هذا ونغطيه كما كتلاحظوا، باش الباخ او البخار من يطلع يرجع على الشعريه ديالنا، ومن بعد نكملوا تتمه الوصفه. والان كما كتلاحظوا معايا الان هي تبخرت لي السفه ديالي، من بعد كانت ناشفه يعني ما درت لها حتى شي حاجه. الان غادي نخويها في هذا الصحن، ونرش عليها الماء بهذا الشكل.
فهاد سبحان الله فهاد الكسكاس فما كتاخدش معايا وقت كتير في التفوار. فالاخت هنا ما تخافش يعني من الماء تقول راه غادي تخسر لي او لا، تعطيها الماء وتخليها تشرب. في هذه المرحله انا غادي نضيف الملح. هانتوما كنضيف له الماء ونحرك. الان نخليها تشرب شويه، نولي نوضعها في الكسكاس وردها تفور. وغادي نديروا لهاد العمليه 3 ديال المرات او 4 ديال المرات على حساب كتشوف الاخت، حتى كتشوف الصفه ديالها يعني ارتبط وكتقدر تمضغها. ومن بعد نكملوا تتمه الوصفه. والان كما كتلاحظوا معايا من بعد ما بخرتها التبخيره الزوجه الثانيه، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها الان كي كيجي. الان غادي نضيف عليها الزبيب اللي كنت غسلته من قبل ودرته في الماء خليته يرطب. غادي نضيف عليها الزبيب بهذا الشكل هذا، وغادي نردها تبخر المره الاخيره، العفو المره الاخيره. والان انا غادي نردها تبخر ونكملوا تتمه الوصفه. فالان كما كتلاحظوا معايا الدجاج ديالي هذا هو من بعد ما طاب حيدت له العظومه ودرت على هذه الطريقه. وهذه هي المرقه ديالو من بعد ما خليتها عقدات. هانتوما هذا هو الشكل ديالها. الان غادي نضيف شويه داك المرق على داك الدجاج باش كتجينا لذيذه البنه تاع الدجاج، ما تجيش صامته وما تجيش في نفس الوقت ناشفه. بهذا الشكل هذا نخلطوها مزيان. والان ندوزو لطريقه التقديم. الان كما كتلاحظوا معايا هذه الصفه ديالي من بعد ما وجدات. الان غادي نضيف لها واحد شويه ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي. غنضيف لها الزبده وغادي نمزجها الان. الان كما كتلاحظوا معايا في صحن التقديم كنجيب شويه من السفه ديالي بهذا الشكل هذا، كنوضعها هكذا. كنجيب الدجاج، سمحوا لي نخدم بيدي، هذه كتسمى المدفونه عندنا. كنوضعوا بهذا الشكل هذا. نحاول نوزعوه على جميع الاماكن بهذا الشكل. كما كتلاحظوا معايا في هذا الصحن عندنا فيه كما قلت لكم يا اللوز الاخت اللي كل وحده والمجهودات ديالها واللي كتقدر عليه، او فول سوداني كتحمروا وتطحنوا بهذا الشكل. انا ضفت عليه السكر كلاصي شويه ديال القرفه وغادي نمزجهم بهذا الشكل هذا.
هكذا ونضيفهم على هاد الصفه ديالنا كما كتلاحظوا. والان كنجيب الجزء اللي باقي لي تاع الصفه ونغطيها باش ما كتبانش بهادشي اللي كتسمى المدفونه، يعني الانسان ما عرفش شنو فيها لداخل حتى كياكل عاد كيعرف شنو فيها. فانا غادي نكملها ونزينها ومن بعد نوريكم الشكل ديالها ديال النهائي. كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال السفه ديالنا اليوم المدفونه. الان كما كتلاحظوا انا زينتها بيض مسلوق، شويه ديال البيستاش واللوز او الفول السوداني، شويه ديال التمر، السكر هنا وضعته في صحن ودرت شويه عليه ديال البيض مسلوق صفار البيض. والاخت داكشي تزيين يرجع ليها هي والاختيار ديالها وهي وشنو التفكير ديالها. ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، وما تنسوش تدعموني، بارطاجيوها مع اصحابكم والعائله والمشاركه في القناه ديالي، واهم شيء هو الدعاء. السلام عليكم.